السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نشرح اليوم طريقة عدم السماح للأعضاء بدعوة أي شخص في غرفة دردشة تطبيق كلاب هاوس بأسهل طريقة. لكن قبل ما نبدأ في الشرح أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودعم فيديو بلايك تحفيزنا على نشر مزيد. ونبدأ على بركة الله. لعدم السماح للأشخاص بدعوة أي شخص إلى جروب أو غرفة دردشة تطبيق كلاب هاوس، نقوم بالدخول إلى التطبيق الخاص بنا كما تلاحظون، فتظهر هذه الواجهة. نقوم بالضغط على صورة الملف الشخصي أو الحساب الخاص بنا هنا، ثم تظهر الغرفة الخاصة بنا. نقوم بالدخول إلى الغرفة كما تلاحظون، فتظهر هذه الواجهة الخاصة بالغرفة، ثم نقوم بالضغط على الزر هنا، ثم تظهر مجموعة من الخيارات. من بين هذه الخيارات وهو من يمكنه انضمام، نقوم بالضغط عليه فنجد مجموعة من الخيارات. من بين هذه الخيارات وهو السماح بمنح الدعوات، أي أن الأصدقاء يمكنهم دعوة الأشخاص إلى الغرفة أو المنزل الخاص بك. لمنح هذه الخاصية نقوم بإيقاف هذه الخاصية من هنا. نقوم بإيقافها. هل ترغب في إيقاف تشغيل منح الدعوات تلقائيا؟ بمجرد تعطيل يجب توجيه الدعوة يدوي لكل عضو. هكذا نقوم بالضغط على خيار تعطيل. ننتظر قليلا. هكذا تم تعطيل هذه الخاصية. هكذا يجب توجيه الدعوات إلى الأشخاص تلقائيا، أو تقوم أنت بدعوة أي شخص إلى الغرفة الخاصة بك. أرجو أن يعجبكم الفيديو. شكرا للمتابعة.